السلام عليكم. الوصفه ديالتنا ديال اليوم غادي نصاوبوها ان شاء الله بالشيفلور. بالنسبه اللي عنده الوليدات ما كيعجبهمش المذاق ديال الشيفلور، جبت لكم ان شاء الله واحد الوصفه اللي كنضيفوا ليها واحد المكون رائع اللي نهائيا ما كيبقاش المذاق ديال الشيفلور. كتجي لذيذه ورائعه ومقرمشه. ندوزو ان شاء الله على بركه الله، نجربوا الوصفه مجموعين. كناخدو تقريبا كيلو ديال الشيفلور، كنغسلوه وكنقيوه وكنديروه في واحد الطنجره كيغلي، وكنضيفوا عليه المكون اللي قلت لكم اللي هو جوج ديال البطاطات كبار. هاد البطاطا هادي نهائيا ما كتخليش المذاق ديال الشيفلور، ملي كيطيب الكراتان نهائيا ما كنحسوش بالمذاق ديالو، كيخف واحد شويه. كنضيفوا واحد المعلقه ديال الملحه وكنغطيو الطنجره وكنخليوها كطيب تقريبا لمده نص ساعه. وكندوزو في يعني ملي كطيب كنصفيوها وكنديروها في واحد الاناء وكنمعسوها مزيان. يعني كنمعسوها وهي باقا سخونه باش كنقدروا نغلبوا عليها. كنمعسوها مزيان ومن بعد كنخليوها جانبا باش تبرد تقريبا واحد نص ساعه، يعني نخليوها حتى تبرد مزيان باش نضيفوا ليها المقادير الاخرى، حيت فيهم البيض يعني ما نقدروش نضيفوه دابا وهي سخونه، نخليوها حتى تبرد. كنضيف شويه ديال الملحه حيت ديجا درت الملحه، وكنضيف جوج ديال البيضات، كذلك واحد شويه ديال الابزار. كنضيف جوج معالق ديال الفرماج انا درت البارميزون، ممكن ديروا اي فرماج متوفر، حتى الفرماج مثلث ماشي مشكل او الفرماج الاحمر. كنضيف تقريبا واحد المعلقه ديال زيت العود وكنخلط المقادير مزيان حتى كتندمج مع بعضياتها. كنخلطو مزيان، وإلا لقينا انها مازال يعني خفيفه بزاف كنضيفوا واحد المعلقه ديال الخبز المحمص، معلقه فقط باش كتجمع لينا شويه داك الخليط. كنخليو الخليط جانبا وكناخدو واحد الصحن ديال الفرن. كناخدو صحن ديال الفرن كندهنوه بشويه ديال زيت العود، وكنكونوا شاعلين الفران كيسخن على 180 درجه حتى كيسخن مزيان. هنا كنضيف عاوتاني الخبز المحمص، كنضيفو على ديك الزيت باش ملي كنكونوا كنقطعوا في الكراتان ملي تيطيب ما كيلتصقش لينا، وكذلك كتشرب كاع دوك السوائل. كنضيفوا النصف ديال الكميه ديال الخليط ديال الشيفلور، كنسرحوه مزيان حتى كيولي متساوي، يعني كنسرحوه من الجوانب حتى كيولي عندنا متساوي. ومن بعد كنضيف عاوتاني واحد شويه ديال الفرماج بارميزون. هاد القضيه هادي ممكن نستغناو عليها، ممكن ما نديروش لاننا مازال غادي نضيفوا هاد الفرماج هذا المدخن. ممكن نضيفوا الفرماج المدخن حتى يعطي صراحه واحد اللذه رائعه. ممكن نضيفوا غير الفرماج العادي اللي كنصاوبوا به الساندويتش، او لا الفرماج الاحمر مهم، او لا موتزاريلا، ممكن اي فرماج متوفر. ومن بعد كنضيف نصف ديال الكميه اللي بقى عندي ديال الخليط. يعني كنسرحو عاوتاني حتى كيتقاد، ومن بعد كنضيف عاوتاني الخبز المحمص. هذا الخبز هذا المحمص كيعطي واحد القرمشه كيجي مقرمش من الفوق. كنضيف عاوتاني شويه ديال الفرماج، وكنضيف واحد الخويطات ديال زيت العود من الفوق. كما قلنا هذا الخبز المحمص هذا راه كيعطيه واحد القرمشه من الفوق. كنضيف زيت العود كندخلو للفران كما قلنا اللي كنت مسخناه من قبل على 180 درجه. كندخلوه تقريبا كيبقى كيطيب واحد المده ديال نص ساعه، حد ديجا المقادير طيبه غير كتشد شويه مع بعضياتها وكيذوب لينا الفرماج. وكنخرجوها كتجي رائعه بهذا الشكل هذا كما كتشوفوا، محمره وكتجي مقرمشه يعني من الفوق. كنقدموها بالصحه والعافيه. كيف ما كتشوفوا معنا ملي كنقطعوها راه كتجي بهذا الشكل هذا، كتجي مقرمشه من الفوق ولذيذه ومعلكه كما كتشوفوا الفرماج. كيدير الخيوط. ممكن نعوضوا داك الفرماج بالموتزاريلا، اللي ما كيعجبوش المذاق ديال هذا الفرماج ممكن يعوضوا. كنتمنى ان شاء الله الوصفه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم، والى اللقاء مع وصفه اخرى ان شاء الله.